السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وصفتنا سهلة جدا وسريعة. هنعمل ايه؟ هنعمل الكبد والقوانص بتاعة الفراخ بطريقة يعني جميلة وسهلة ومبسطة للناس اللي هي شوية ما بتاكلهاش، شوية ما بتحبهاش، شوية عايزة تغيير في الأكل. فهتعمليها بالطريقة دي جنب شوية طبق، يعني تعملي كده طبق مكرونة جنبهم ولا اروع من كده. اول حاجه بتضيفي سمنه زيت المتاح عندك حطيه، الزيت ده تمام شغال، اللي موجود حطيه تمام على طاسه سخنه بتعلي النار. اول حاجه بتكوني مقطعاها القناصه او القوانص بتاعه الفراخ عشان بتبقى بتاخد وقت شويه في السوا. بعد كده نزلت عليهم بالملح وتوابل الفراخ وكزبره وكمون وورق لوري وحبهان مطحون، وحطيت كمان فلفل اسود واديتهم تشويحه كده، وريحه التوابل فحفحت ما اقولكمش. بعد ما اديتهم التشويحه الجميله دي هسيبهم كل دوت على نار عاليه علشان ما يعني الكبد والقوانص ما تنزلش ميتها. زي ما انتوا شايفين كده انا مرضيش افصل الكاميرا، انا كنت شغاله كله ورا بعض. هنا كنت بقطع البصل فقطعته جوانح، ممكن تقطعيه مكعبات كبيره مكعبات صغيره، التقطيع اللي انت تحبيها قطعيها. مفيش حاجه هنا، يعني كله اختياري، اللي تحبيه ضيفيه، اللي ما تحبوش ليه التقطيع اللي انت عايزاها، التوابل اللي انت عايزاها، كل حاجه اللي انت عايزاها. قطعتهم جوانح زي ما انتوا شايفين كده، ونزلت عليهم على القوانص بتاعتي واديتهم تشويحه مع بعض علشان البصل بياخد وقت شويه، وانا عايزاه يتكرمل. يعني انا عايزه بعد ما اخلص الاكله دي واطبخها واخلصها واطفي عليها يكون البصل بتاعي متكرمل كده وطعمه حلو. كان هنا في باقي حبة بصل حطيتهم، وقلت اديهم تشويحة كده مع التوابل والقوانص وشوية السمنة اللي انا حطيتهم، يبقى ريحتهم وطعمهم ما اقولكمش حاجة كده خيال، ولا كأنهم كبد وقوانص بتاعت فراخ. هنا نزلت نزلت بالقلوب. يعني تاني حاجة من بعد القناصة، القلب بتاع الفرخة بيبقى برضو شوية غير الكبد بتبقى طرية جدا فما بتاخدش وقت في السوا. بعد كده اهو زي ما انتوا شايفين هسيبهم بقى على النار. انا مرضتش افصل الكاميرا معاكم من بداية الطبخة والوصفة لحد الاخر، كله بقطع ورا بعضه. يعني الاول حطيت القوانص، خدت تشويحة، وراها البصل، من بعد البصل حطيت القلوب، من بعد القلوب هنزل عليهم بقرن فلفل حامي رومي اللي انت حباه والمتاح عندك ضيفيه. انا حطيت فلفل الوان وحطيت واحد من اللي هو الشطه، علشان انا بحب كده يكون الاكل مشطشط شويه كده، يبقى فيه نسبه شطه، ما بحبوش ان هو يبقى مشوي خالص. حطيت هنا الفلفل واديته تشويحه زي ما انتم شايفين كده. بعتذر. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، مش قادره اقول لكم بقى على الريحه. يا ريت يكون في حاجه يعني من خلال التليفون تشم ريحه الاكل كده، مش قادره اقول لكم، يعني انت لو شبعانه هتجوعي. حاجة سهلة جدا وسريعة وتغيير في الأكل يعني غير المعتاد. جنبهم طبق مكرونة كده، يا سلام مش قادرة اقول لكم، او رز بكركم، يا خرابي على الحلاوة. هنا كنت قطعت الكبد بتاعتي ونزلت عليها كده اهو بالشكل دوت. طبعا كنت انا هنا مسرعه، لكن انا كنت بقلب بالراحه خالص علشان الكبد ما بتاخدش وقت يعني ما تتهريش مني وانا بقلب. كنت بحاول على قد ما اقدر بخليها كده تنزل على الطاسه من تحت علشان تشم النار وتبدا ان هي تمسك نفسها، تبدا تمسك نفسها علشان ما تتهريش مني وتبقى مهريه كده. انتوا اكيد فاهمين قصدي. بس كده اهو بالشكل كده، وكانت الاكله معايا جاهزه. مش قادره اقول لكم بقى. نزلت عليها بس كده بطماطمايه صغيره تديها بس كده طراوه وتعمل لها صوص كده احمر حلو. انا يعني حبيت الصوص الاحمر فيها فضفت الطماطم. انتي ممكن تضيفي بدل الطماطم مقطعه قطع تضيفي صلصه، وممكن تلغيها خالص تمام. يعني زي ما قلت لكم الخضار والحاجه اللي انا بحطها دي كلها اختياريه، حابه تضيفي زياده، حابه تشيلي حاجات، ده تمام. يعني كل حاجة انت عايزاها تعمليها، مفيش حاجة هنا اجبارية عليكي.
وكمان بعتذر عن صوت ولادي، بس هم بيلعبوا للاسف، يعني عماله بلف في الشقه كده وهم بيجوا ورايا، فقلت مش مشكله يعني، الاطفال والاطفال احباب الله يعني. بس سبتهم شويه مع بعض كده، وبعد كده هنزل عليهم بعصرة من الليمون. ايه اللي انتي بتقولي ده؟ اه والله العظيم بجد كان طعمها تحفة. يعني انا كنت بعصر الليمون اهو، طعمها وهم خيال. طبعا الخطوة دي برضو اختيارية، الخطوة دي اختيارية، براحتك، ممكن تضيفيها او ممكن ما تضيفهاش. بس هي بصراحة يعني الامانة ادت طعم جميل جدا. بس هي دي وصفتي. هجيب بقى الطبق بتاعي وابدأ ان انا ايه افضي كده. شايفين الحلاوة؟ بجد كان طعمها خطير 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 خطير. اتمنى الفيديو يعجبكم والوصفة تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.